السلام عليكم. من كام يوم كنت بقرأ في كتاب بناء دماغك الثاني للكاتب، مش فاكر اسم الكاتب. المهم، الكاتب كان بيقول إنه طوفان المعلومات في العصر الحالي سبب مشكلة مهمة ما كانتش موجودة زمان، وهي عملية أو زيادة الفوضوية في حياتنا وزيادة التشتت. فزيادة الفوضوية والتشتت دول سببوا حاجة مهمة جدا. يعني زمان كان ممكن نشوف الواحد حابب ان هو يعمل شيفت كارير مثلا بعد 7 8 سنين من الاستمرار في مجاله، او كل كام سنة مثلا. لا، النهارده تقريبا احنا كل شهر عاوزين نغير الكارير بتاعنا، يعني ما كانش كل اسبوع اصلا. يعني وفكرة او يعني تغيير المسارات في حياتنا وتغيير الاهداف، وكل فترة عندي اهداف مختلفة وعندي حاجات مختلفة عاوز اشتغل عليها. يعني انا متأكد ان دي مش مشكلة بس انا بعاني منها، كلنا بنعاني منها. وانا حقيقة يعني يعني عانيت وما زلت بعاني من المشكلة دي لفترة كبيرة خالص. ان هو انا كل فترة عندي اهداف، مسارات مختلفة عاوز امشي فيها. كل فترة عندي اهداف بشكل، او عندي يعني ايه تصورات معينة للحياة اللي انا عاوز اعملها في حياتي. وهات يعني جنب كل دول فكرة تعدد الاهتمامات. زيادة الفوضوية والتشتت سبب لنا حالة من إن كل الناس بقت فاكرة إنها متعددة الاهتمامات. والله أنا مهتم بالسياسة والأدب والفنون وكذا، فكل واحد بقى فاكر إن هو إيه مهتم بعدة مجالات. وده بسبب كثرة المدخلات، إحنا بندخل لنا كمية مدخلات رهيبة كل يوم. فأنا حقا مش عارف هل فعلا دماغ البشري أصلا على قدر إن هو يستوعب كل هذه المدخلات والبيانات اللي بتدخل له كل يوم، ولا غير قادر على ذلك. فدي مشكلة مهمة ومحتاج ان احنا نفكر فيها. ولكن انا كمروان يعني عن نفسي وجدت لنفسي حل. فالحل ده يعني خليني اشارككم الحل ده في رحلتي الكليه، علشان ايه احنا كده متاخرين عن المحاضره الاخيره. طيب، اللي اتعلمته عن نفسي في الموضوع ده هو فكرة إنه الواحد دايما دماغه بتبقى متحفزة أثناء عملية التخيل أو التفكير. يعني دايما وأنت بتفكر إن أنت تتعلم موضوع جديد، أو إن أنت تحول من حتة لأخرى، دماغك بتكون متحفز علشان التخيل، التصور اللي انت بتبنيه على موضوع ان انا والله انا ممكن اتعلم كذا واعمل كذا ولا لا، بدل ما انا كنت اعمل كده انا ممكن ايه اروح هناك وبتاع كده. فهنا الدماغ نفسه يبدأ تصورات، بيوري لك النظرة المستقبلية، فبنتحفز. فبيبقى عندنا دافعية ان احنا نسيب اي حاجة بنعملها دلوقتي علشان نبدأ في الحاجة الجديدة اللي احنا ايه تخيلناها دلوقتي، او شفناها في فيديو مثلا، او قرأناها في بوست او كده. واللي بيحصل اللي انا لاحظته، وده بيحصل معايا، يعني اللي انا لاحظته انه بيحصل معايا دايما، هو ان كل ما بحاول ابدأ في شيء جديد، اللي بيحصل ان انا ببقى متحفز اثناء التخطيط. ومجرد ان انا بعيش المعاناه الفعليه اول ما ببدا باول خطوه ان انا بذاكر مثلا في حاجه معينه او كده، لا، بيصيبني الاحباط. ان انا عاوز النتيجه النهائيه. انا لما خططت فكرت في النتيجه النهائيه، ما فكرتش في المعاناه اللي انا هعيشها اثناء ايه تخطيط الموضوع ده. طبعا اتأخرت حوالي ساعة أو أكتر من ساعة عن المحاضرة، بس يعني ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. فاستكمالا لموضوعنا، لو انت دائما يعني ما هو فكره ان انت يعني الاهداف المستجده دائما دي شيء هيكون دائم معاك دائما طول ما انت شغال على اهداف او شغال على مشاريع خاصه بيك. هتلاقي ان في اهداف جديده، طموحات جديده، مسارات جديده حابب ان انت تمشي فيها. ولكن هنا بيستحضرني قول الإمام الشافعي: إذا حار أمرك بين شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود إلى ما يعاب. فدايما حاول ان انت تخالف الامر اللي انت حابه، لان الهوى دائما هيعميك عن ايه مساوئ هذا الامر. ف طيب ايه الخطه اللي انا بعملها علشان اتفادى هذا الامر؟ والله انا ليا مشاريعي، ليا اهدافي اللي انا ماشي فيها، فانا ماشي. ما زاد من الوقت يعني ما تبقى من الوقت بحاول ان انا اجرب فيها الاشياء التانية اللي بتحضر لي. فانت لما يصيبك يعني انت ماشي في خطة معينة، بتذاكر منهج معين او بتعمل حاجات معينة كده في حياتك، دي المشاريع الاساسية في حياتك، دي المشاريع اللي لا يمكن الاستغناء عنها. في حاجات تانية بتستقيد بتقول طب والله ما اجرب، يعني ممكن الموضوع ده هو اللي يمشي معايا احسن، الموضوع ده هو اللي ممكن يكمل معايا بشكل احسن. الافضل دايما ان انت تشوف ايه الوقت الفراغ اللي موجود عندك، ايه الوقت اللي انت تقدر توفره عشان الحاجه دي، وتجرب. تجرب بعد كده في الوقت الفارغ بتاعك وتشوف
الموضوع هيمشي معاك كويس ولا لا. مشي معاك كويس تعلى بيها، ممكن تبدا تقلل الوقت بتاع المشروع الاساسي وتقسم وقتك ما بين الحاجتين دول، وان شاء الله الدنيا هتمشي كويس. طيب لا لقيت ان الموضوع مش زي ما انت كنت متخيل، ان في يعني اشكاليات معينه انت ما كنتش متخيلها وظهرت لك في النص، والله خلاص انا ما عملتش مشكله. المشروع الاساسي اللي انا ماشي فيه في حياتي، الاهداف الاساسيه ما توقفتش عنها، لان تكلفه التوقف احيانا مؤلمه. انت لو توقفت عن شيء وحبيت ان انت تكمله بعد كده، للاسف يعني هتلاقي نفسك ان انت وكانك بتراجع او بترجع تعيد الامر من الاول. طيب خلاصة الكلام اللي احنا قلناه كله، لا تكن اشتاتا يصعب جمعك، يعني كن صاحب هدف واحد، مشروع واحد بتشتغل عليه. بتحاول دايما ان انت تنجز هذا الامر، وما تبقى بتحاول ان انت تنظر ايه للاهداف المستجده او المشاريع المستجده. حاول دايما ان انت، طيب المشروع اللي انا بشتغل عليه واخد كل وقتي ما فيش، او الهدف اللي الشيء اللي انا بعمله في حياتي واخد كل وقتي ما فيش مجال ان انا اجرب شيء تاني بعده يعني. والله حاول ان انت تستفيد من الوقت الغارق، يعني في اوقات في يومنا دايما بتبقى اوقات غارقه، مهما عملنا مش بنقدر ان احنا نستفيد من هذه الاوقات، زي اوقات المواصلات او الانتظار او اي شيء. حاول انت تستفيد من هذا الوقت، يعني على الاقل هتجد دائما ساعه في اليوم تقدر توفرها ان انت تجرب فيها شيء جديد، ولكن لا تستبدل الشيء الجديد او الهدف الجديد مكان المشروع الاساسي اللي انت بتشتغل عليه، الا عندما تتيقن تيقن كامل ان هذا الشيء هو المشروع اللي هو المشروع المركزي، يعني يتحول لمشروع مركزي في حياتك. فساعتها تقدر تحاول انت تاخذ من المشروع الاساسي او الهدف الاساسي جزء من الوقت وتعطيه للهدف المستجد. فحاول ان انت تكون صاحب مشروع واحد، تركز على هدف واحد مدة من الزمن. يعني انا كنت قرأت في كتاب ان انت محتاج تمارس 10,000، يعني اي علم او شيء او مهارة لازم تمارسها لمدة 10,000 ساعة علشان تقدر ان انت تكون متخصص فيها. يعني انت لو بتتعلم مجال معين مثلا او بتدرس رياضيات، فانت محتاج ان انت تذاكر كل يوم 4 ساعات لمدة حوالي 7 سنوات يعني علشان تكون متخصص في هذا المجال. فحاول ان انت لا يعني تجمع امرك على هدف واحد، مشروع واحد بتنفذه، وعيش معاه، عيش معاه مدة من الزمن. وبعد يعني بعد مدة 5 أو 6 سنوات هتجد نفسك قطعت شوط كبير في هدف ومشروع، وبالفعل أتى بثماره. وهتجد نفسك ان انت ما ضيعتش، على خلاف صاحب تعدد المهارات او تعدد المهام هتجد دايما مشتت، وبعد ال5 و6 سنوات ما زال مشتت في نفس المشاريع اللي هو كان نفسه يعملها من زمان. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون يعني مفيد، ودي خلاصة تجربة بسيطة، والسلام عليكم.